بتسمع عن الدستور والقانون من غير ما تفهم الفرق بينهم، وساعتها للأسف أي حد هيقدر يلخبطك ويفهمك إن ده حاجة وده حاجة. بس الحقيقة إن الدستور مش مجرد ورق، الدستور هو الأساس اللي اللعبة مبنية عليه. بمعنى الدستور هو اللي محدد اللعبة كلها قبل ما تبدأ أصلا، مين ليه سلطة ومين يقرر إيه الحدود بتاعت كل واحد. ده مش قانون عادي، ده الأساس. تخيل كده ماتش الكورة مثلا، في قواعد ثابته زي عدد اللعيبه، الملعب، الحكم نفسه وجوده جوه الملعب، ما ينفعش تتغير على مزاج حد. هو ده الدستور. طب ايه هي القوانين؟ الفاول، التسلل، ضربه الجزاء. الحكم بيطبق كل ده، بس ما يقدرش يخترع قاعده ولا قانون من عنده، لازم يكون بيتبع الدستور، والا بيكون الماتش كله باطل. نفس الفكره في الدوله، القانون بيجي تحت الدستور مش فوقه ومش ضده. ولو قانون خالف الدستور بيبقى فيه خلل، مش في القانون بس، لا، في كل حاجة مبنية بعدها. الحقيقة التقيلة بقى فين؟ اللي مش فاهم الفرق للأسف سهل يضحك عليه بالكلام، وسهل يسمع قرار وما يعرفش هو صح ولا غلط. فالموضوع هنا مش مصطلحات ولا معلومات تحفظها، الموضوع انك تبقى فاهم ايه الأساس وايه اللي بيتبني عليه. لأن اللي مش فاهم قواعد اللعبة هيفضل طول عمره بيتفرج وبس. حد فاهم حاجة؟